افريقيا التعادل ايجابي هدف لمثله، ولكن اعتقد ان هناك عديد من الايجابيات وامور اشياء اخرى اللي غادي يتم تصحيحها فيعني مستقبلا حتى انه المنتخب المغربي يظهر بوجه افضل ان شاء الله بكاس افريقيا. اول حاجه بغيت نقول برافو للدراري، ماتش اللي ماشي سهل مع الجمهور على برا بحال هما هاد لي ماتش في لافريك. لا بروميير ميتون ما عجبتنيش، ما داروش اللي كنا باغي. بالحق غنتعلموا مزيان بهذا الماتش، جينا باش نتعلموا اليوم، ما كنسالوش التعادل الصراحه، ما درناش اللي كان خصنا نديرو باش نجيبوا التعادل. بالحق في الاخر هما هادو الفراق كبارين بوالو نقدروا نجيو، ولا كانوا شي فراق اخرين من لافريك كانوا يديروا ديك التعادل غنقولوا عارفين كيفاش يلعبوا في لافريك. غنتعلموا بزاف من هذا الماتش اليوم، جينا باش نتعلموا من هذا الماتش باش نكونوا موجودين في لي ماتش ديال لافريك. اللي تابع المباراه كيشوف ان ما كانش مباراه وديه، لانه كان هناك قراءات التكتيكيه، تابعنا تنافس كبير في وسط الميدان. المنتخب الايفواري اكيد باللاعبين بالنجوم وكذلك في هذه الاجواء. فشنو هي الامور اللي كتبان لك وليد الركراكي اللي هي مهمه واللي غادي تساعدنا ان شاء الله بكاس افريقيا المقبله؟ لا اللي مهم هي لي زوكازيون اللي عندهم حنا اللي حطينا لهم. درنا بزاف دو ديشي تكنيك سورتو بروميير ميتون، وفي هذا المستوى اما كاس افريقيا اما اي كره ماتش ديال الكره، هذا لو ديشي تكنيك اللي كان عندنا في بروميير ميتون ما يقدرش يطرا، ما يقدرش نحطوا الكواري لادفيرسير يمشيو بلي كونتر اتاك ويكونوا عندهم هاد لي زوكازيون سهله. بالعكس هادشي اللي غيتعلموا لافريك. انا كنقولها وكنعاودها، اللي فيهم فهمات صعب لهم غنلعبوا الكره ديال البرازيل في لافريك ما كايناش. خصك تكون وقاف، خصك تكون تري فور مونتالمون وفيزيكمون. وشفتي في دوزيام ميتون ملي كنا واقفين واخا خاسرين استنينا الوقت ديالنا جا الوقت ديالنا باش نتعادلوا باش نمشيو للماركو الثاني. هي هذه لافريك، على هادشي كنقول لك غنتعلموا، وهاد الدراري الصغارين حتى هما غيتعلموا. شحال ما لعبوش في لافريك، هاد الماتش غيكون مهم لينا. غنواجهوا منتخب ليبيريا، ويمكن نشوفوا لاعبين اخرين امام منتخب ليبيريا. غنشوفوا شي لاعبين اخرين ان شاء الله. شكرا وليد الركراكي.